قال إن بيهم كلهم ملناش نصيب. أنا مت في الحرب على إيد مين؟ على إيد أكتر شخص حبيته من البني آدمين. خلاص جه وقال وداع، وقرر إنه يقولي سلام. رغم كده أنا اللي اتباع، وجوايا كتير كلام. هتوحشيني قالها وانا الدموع في عيني. خلي بالك من نفسك، وانا نفسي كرهاني من بعده. طيب مين هيحبني بعده؟ قال على الزمن قاسي، نسى يذكر اسمه في البداية. 3 سنين حب، رفع الراية وجاب النهاية. اوعي تثقي في حد، من بعد اللي عملته فيا مش هيحصل، وده كلام نهائي وبجد. غصب عني يا حبيبي، الغصب عنه، وبيفارق حتة من دمه، لكن بالفعل بكاني ودخل عليا الحوار، وفي النهاية طلعت الجاني. ما تخافيش مش همساكي، كله كلام بيتقال، وقت الفعل مفيش أفعال. أكيد هنتقابل صدفة، قالها بكل جبروت، ونسى إنه بيكلم دلوقتي شخص بيموت. مش هتروحي من بالي، بيطيب بخاطري وده مش حباه، ناوي على البعد وانا مش رايداه. نسى إنه قال قبل الوداع إن أنا الشخص اللي ظلماه. انتي أكبر عقبة في حياتي، مهمنيش إنه نسى إني سنده وقت ضعفه، ولا حتى أي كلام. أنا أكبر عقبة في حياة نفسي، وبرغم كده عرفتك وما عملتش عليك أفلام. دخلت حياتك وبكلامك عملت مشاكل، بس ما دمرتكش. انت قتلتني المرة دي وانا مشيت، بس في لحظة الوداع قالوا تهزيت. أشوفك على خير يا أجمل واحدة عرفتها في حياتي. ببكي عليك وده يوماتي، ودايما بيجيلي سؤال، هنرجع تاني ولا محال؟ قال إن بيهم كلهم، قال كلام كتير، بعد 3 سنين بقى ضدهم، وطار زي العصافير.